تخيل إن الأكل اللي بنحطه على مائدتنا كل يوم ممكن يكون سبب ارتفاع معدلات السرطان والعقم ومشاكل الخصوبة. هناك مواد كيميائية ضارة تتسلل لوجباتنا اليومية وبتدخل جسمنا من غير ما نحس. الموضوع مش مجرد مبيدات وأسمدة فقط، ده كمان مواد حافظة، ملونات صناعية، وإضافات غذائية، وحتى البلاستيك اللي بنغلف فيه الأكل كله بينتهي في طبقنا. المواد دي بتوصل لنا بعدة طرق: مبيدات بتفضل علقة في الخضار والفواكه، أعلاف ملوثة للحيوانات تؤثر على اللحوم والألبان والبيض، مواد تتسرب من العبوات البلاستيكية والعلب المعدنية، مياه وهواء ملوث يؤثر على كامل السلسلة الغذائية. التعرض المستمر لهذه المواد حتى بكميات صغيرة يؤدي لاضطرابات هرمونية وتلف الحمض النووي وضعف المناعة، وده السبب وراء الزيادة الكبيرة في سرطان الثدي والبروستات والقولون، وكمان انخفاض الخصوبة عند الرجال والنساء. يمكننا حماية أنفسنا ببعض خطوات بسيطة: غسل الخضار والفواكه جيداً، تقليل استخدام البلاستيك، واختيار منتجات عضوية قدر الإمكان. صحتك ليست رفاهية، صحتك حق، وخطوة الوعي هي أول خطوة للحماية.